عارفة لو جبتي نص كيلو دقيق وبيضة تعملي فطاير الكاستر الممتازة الجميلة دي؟ تنفع فطار، تنفع بالليل لو احنا جعانين. بجد خطيرة، حلوة جدا، واجمل حاجة مش بتاخد وقت، ونقدر نحفظها كده في بوكس حلو ونشيلها في التلاجة. رائعة ممتازة حلوة جدا. كل الفطاير دي عملتها بنص كيلو دقيق بس، سهلة جدا وبسيطة خالص، ومش بتاخد وقت خالص. تحضريها بصي في 3 ثواني. بص شكلها ولا بقى ايه، بصوا يعني مدى طراوتها بجد خطيرة، لازم تجربوها. يعني اتفرجي على الفيديو وقومي حالا نفذيها، لان كل مقاديرها هتبقى موجودة عندك في البيت. يامي، لا يامي بجد، طعمها خطير يا نهار ابيض. حلوة جدا. عملنا كمان شوية كاستر في البيت، يعني مش عايزة اقول لكم. بصوا، لا رائع. انا اكلت القرصة كلها. بص شكلها. طبعا نحطها في بوكس ونحطها في التلاجة لان فيها كاستر، ولو قعدت بره اكتر من يوم ممكن الكاستر يبوظ فيها. لا يعني رمين كفاية. تعالوا بقى اقول لكم الفطاير القمر دي اتعملت ازاي. اول حاجة هنبتدي بالكاستر. معايا اي حاجة بتتحط على البوتاجاز هنزل فيها ب2 بيضة، تنفع بيضة واحدة زي ما حضراتكم شايفين. السكر طبعا على حسب ذوقكم في السكر، معلقتين 3 معالق براحتكم، وظرف من الفانيليا. نقلب الكلام ده كله كويس، وبعد كده ننزل بكوبايتين 2 من اللبن. ينفع تبقى واحدة مية وواحدة لبن، ينفع يبقوا الاتنين لبن وينفع يبقوا الاتنين مية، زي ما تحبي خالص براحتك طبعا. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة هرمية نشا، وزيها معلقة كبيرة هرمية دقيق، واقلب الكلام ده كله على البارد. بعد كده اخدهم على البوتاجاز، واقيد البوتاجاز واوطي النار للنص، كأنك بتعملي مهلبية بالظبط. ونفضل نقلب تقليب مستمر، ما تروحيش في اي حتة علشان بيلزق في ارضية الحل. بعد طبعا ما القوام يتقل معاكي هتنزلي بمعلقة زبدة، اختياري تماما، وندي تقليبة وبس. كده عملنا اجمل كاستر بيتي. بعد ما نصبه في اي حاجة نجيب اي كيس نغطي وشه علشان وشه ما يجلدش، ونسيبه لحد ما يبرد تماما بالمنظر اللي هتشوفيه دلوقتي. سهل بسيط، وينفع طبعا تعملي الفطاير من غير ما تحشيها كاستر، وينفع طبعا تعملي الفطاير وتحشيها اي حاجة حلو، اي حاجة شوكولاتة نوتيلا براحتك تمام. ده كده شكل الكاستر بعد ما برد تمام. نيجي بقى لعجينة الفطاير. نص كيلو دقيق، ذرة ملح، انا مش بحب اقول بالجرامات عشان كلنا نقدر نعملها. بعد كده ظرف كامل من الخميرة الفورية، ظرف كامل من الفانيليا، اي نوع فانيليا تحبيه، معلقة لبن بودرة اختياري تماما، معلقة سكر، معانا طبعا بيضة برضو اختياري تماما، تقدري تشيليها وتقدري تحطيها طبعا براحتك خالص. معايا هنعجن بلبن، كوبايتين من اللبن، ينفع واحدة مية واحدة لبن، ينفع الاتنين لبن، ينفع الاتنين مية، برضو براحتك تماما. انا مش عايزة اكلكعلك الدنيا، وعايزاكي تقدري تعمليها وتبقى في متناول ايديكي. قادرة تحطي لبن اوكي، مش قادرة تحطي لبن خلاص، وحشة هتبقى وحشة، نرمين هتبقى زي الفل وجميلة وتحفة من ايدك يا قمر. المهم بعد ما تخلصي الفيديو قومي اعمليها. معايا معلقة كبيرة من الزبدة، تكون طرية او سمنة او زيت، اي حاجة متوفرة عندك. بعد ما العجينة تلم معايا هنزل بمعلقة الزبدة، هيبقى شكلها متقطع كده، ما تخافيش وما تقلقيش. هي بعد مثلا 5 أو 7 أو 10 دقايق هتلاقيها لمت وبقت معاكي عسل. حسيتي ان هي طريه قوي في ايدك ومش عايزه تلم، تقدري تحطي معلقه دقيق. حسيتي ان هي ناشفه جدا وعايزه مثلا شويه ميه او لبن، تقدري تضيفي. ظبطيها لحد ما تبقى بالشكل ده. هنغطيها مده ساعه بحالها او ساعه الا ربع لحد ما حجمها يتضاعف. بعد كده قطعتها كرات صغيره، تقدري تقطعيها كبير صغير طبعا براحتك، وسبتها ترتاح تاني نص ساعه. طبعا اختصارا للوقت، يعني ايه عملتها على طول، يعني تكوريها وتسيبيها نص ساعة ترتاح. بصي شكلها، انا عمالة اعفص فيها. شوفي مدى طراوة العجينة، خطيرة حلوة جدا جدا جدا، وبإذن ربنا تطلع ناجحة معاكي من أول مرة. أي صينية تكون بتدخل الفرن ندهن دهنة زيت بسيطة، ونفرش ورقة زبدة، ونقيد الفرن بتاعنا يعني على ما ترتاح تكون الفرن سخن. بجيب طبعا الكورة العجينة، بحاول افردها من الاطراف واسيب النص الى حد ما ماسك نفسه شويه، علشان يبقى تحت زي فوق لما اجي المها.
بفردها من الاحرف كده، وبعد كده بجيب شويه كاستر مش كتير وبلمها زي البقجه، افضل الم من الجناب وفي الاخر اقفل كويس جدا، وبحطها على الناحيه اللي انا مقفله منها اهو زي ما انت شايفه كده اهي. عايزه اقولك سهله جدا بسيطه خالص، عملتها الصبح كانت الساعه 8. خطيره حلوه جدا جدا. طبعا ينفع طبعا جوزك قبل ما يروح الشغل يفطر بيها، ينفع انت تفطري بيها، ينفع ولادك بعد ما يجوا من المدرسه على مثلا ما تعملي الغدا تحطي لكل واحد واحده مثلا مع كوبايه شاي بلبن مع كوبايه شاي. طبعا هي في المجمل خطيره حلوه جدا جدا، عشان كده بقول لك خلصي الفيديو وقومي بسرعه جربي الوصفه. نص كيلو دقيق عمل لك كميه. انت لو هتروحي تقفي على الفرن علشان تجيبي مثلا قرصتين 3، عايزه اقولك هيبقى بتمن نص كيلو الدقيق والبيضه. خطيره، حاطين بيض وحاطين لبن، حاجات مغذيه لاولادنا، كالسيوم علشان عظم اولادنا، علشان ذاكرتهم والمدارس بقى، وزي ما انتم عارفين. ومفيش انضف ولا احلى من حاجات البيتي. خلينا متفقين كلنا بنشتري من الافران، بدل ما تقفي على الفرن لا اعملي في بيتك يا ست الكل يا قمر. حاجات سهله وبسيطه، وعايزه اقول لك يعني ابسط مما تتخيلي، وما تقلقيش. خلصنا الكميه بتاعتنا وعملت دول كلهم كده ما شاء الله. هنبتدي طبعا نغطيها ونسيبها تريح لمده نص ساعه. بعد نص ساعه اختياري تماما الخطوه اللي هتشوفوها دي، شويه سمسم عليهم معلقه عسل، قلبهم كويس. وبعد كده هحط على الوش، انا بحب احط السمسم، سمسم مهم فوق ما تتخيلوا. عايزه اقول لكم معلقه السمسم الصغيره بتعادل 3 كوبايات من اللبن، يعني فيه كالسيوم رهيب 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 بجد بجد، يعني كنز في البيت احنا مش مقدرين. بعد طبعا ما عدى النص ساعه وارتاحت، دخلتها الفرن على اعلى درجه حراره، رف فوق المتوسط، اخدت الشكل القمر ده. برضو اختياري تماما، معلقه من الزبده او السمنه، بدهن وش الفطاير كده تطلع بتلمع وطريه وخطيره، مش قادره اوصف لكم مدى الريحه والجمال. وبعد ما تبرد وتشرب معلقه الزبده ببتدي اغطيها باكياس علشان القرصه معايا تفضل طريه كده وجميله. بجد خطيره خطيره خطيره. مستنيه ايه؟ يلا قومي جربيها. طبعا بجيب اي بوكس يكون ينفع احفظ فيه القرص، او اكياس بلاستيك واشيلها في الفريزر لو انا عامله كميه. لكن لو نص كيلو زي كده علبه وارصهم فيها واغطيها كويس، وبشيلها في التلاجة بس بعد ما تبرد خالص، عشان زي ما قلت لكم انا هشيها بالكاستر، فممكن لو قعدت بره اكتر من يوم الكاستر يبوظ. طبعا زي ما قلت لكم في اول فيديو تقدروا تحشوها اي حاجه، عايزين تحشوا نوتيلا، عايزين تحشوا مربى، عايزين اي حاجه، عايزين تعملوها ساده، طبعا ليكم مطلق الحريه. لكن خطيره بجد، خطيره خطيره. حابه طبعا اشكر كل الناس اللي بتتفاعل معايا على فيديوهاتي، بجد بشكركم من كل قلبي. ويا رب يكون وصفتي ليكم النهارده عجبتكم، واذا وصفتي عجبتكم شير كتير كتير للقناه علشان القناه تكبر بعد ربنا بحضراتكم. ولايك بقى وشير وسبسكرايب، واشوفكم وصفه جديده من قناه بيت العيله اكلات نرمين. باي باي.